يصنف الحروب إلى 4 أصناف. آمل من زملائي العسكريين والمهتمين بالتخطيط الاستراتيجي ركزوا. الطور الأول هو القتال بالسلاح الأبيض، وكانت الخسائر بسيطة. الطور الثاني هو القتال بالبارود، والخسائر وصلت بالملايين. الطور الثالث هو الحروب النووية. الآن الغرب والدول العظمى، وهذه معلومات موثقة في الورقة وسأعطيها الزملاء في اللجنة، يريدون التخلص من الأسلحة النووية ومن الدبابات والطائرات، ليس كرامة، لأنهم أصبحوا يواجهوا مشكلة في إدارة هذه الجيوش. أولا عندهم ضعف في النمو السكاني، عندهم كبار السن أصبحوا هم الأغلب بالشعوب. الولايات المتحدة أكبر دولة مديونة على وجه الأرض. ما الذي اقترحوه للسيطرة على العالم؟ اخترعوا جيل جديد من الحروب وأسموها الطور الرابع من الحروب. عماد الحرب الجيل الرابع هو الإرجاف. الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة أنشأت مكتب سمته مكتب التضليل والخداع الإعلامي. الآن هم يريدون أن يتخلصوا من هذه الأسلحة. الصين انتهت من الجيش الإلكتروني، الولايات المتحدة انتهت من الجيش الإلكتروني، بريطانيا انتهت. الغريب فرنسا يا سيدي عندما أرادت تنشئ الجيش لم تضع في اللجنة التأسيسية للجيش ولا عسكري واحد، وضعت 5 من العلماء والأدباء والمفكرين والكتاب. هذا دليل على أن أهداف الجيش هي الإرجاف. الذي سنواجهه هم سيحتاجون إلى مزيد من صناعة العملاء والطابور الخامس في الدول المستهدفة، وبالتالي يريدون حماية الطابور الخامس. ما التشريع الجديد الذي سيحمون به الطابور الخامس؟ لا يخطر على بالكم. ربما حقوق الإنسان سقطت لأنهم ظهروا أكثر منتهك لحقوق الإنسان. حقوق المرأة سقطت، حرية الإعلام سقطت عندما يمنع رئيس أمريكي من الحديث. الحصانة التي ستملح للطابور الخامس هي المثلية والشذوذ الجنسي. يريدون أن يصدروا قانونا دوليا ملزما